مرحبا، كتار صبايا بعتولي يسألوا عن طريقة الكيك بوبس، لهيك رح نعملها سوا اليوم بنكهة الفانيلا وألوان الباستيل. رح تشوفوا قديه هي سهلة وبسيطة وشكلها لذيذ على الديزرت تيبل بمناسباتك الخاصة. رح يلزمنا لهالوصفة كيك، تشيز كريم، كاندي ميلت، كيك بوب ستيكس. بداية منفتت الكيك كتير منيح لحتى يصير حبيبات ناعمة وما يبقى فيه قطعة كبيرة أبدا. ضيفي عليه التشيز كريم واخلطي كتير منيح بالسباتيولا لحتى تبلش تتشكل عندك عجينة متماسكة. بعدها عجني بإيديكي حوالي دقيقتين لحتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة. بس توصلي لهالشكل بالعجينة بتكون صارت جاهزة. لحتى يطلعوا كرات الكيك بوبس كلهم بنفس الحجم استخدمي تيبل سبون أو أي عيار تاني انتي بتفضليه. بس خلصتي تشكيل كرات الكيك بوبس كلهم حطيهم بالفريزر حوالي ساعة حتى يتماسكوا منيح. بعد ساعة دوبي بضع حبات من الكاندي ميلتس بالمايكروويف 15 ثانية. بستيك الكيك بوبس غطيها بشوية شوكولا ودخليها بالبول. بس تخلص كل الكمية رجعي الكيك بوبس على الفريزر حوالي 10 دقايق هالمرة. بهالوقت مندوب الكاندي ميلتس بالمايكروويف 30 ثانية لعدة مرات مع التحريك لحتى يصير بهذا الشكل. فيكي تستخدميه أبيض مثل ما هو أو فيكي تلونيه بجل فود كولورينج. نحن اليوم رح نلونه بألوان الباستيل. بتنزلي البول بالكاندي ميلت لحتى تغطيها بشكل كامل من كل الجوانب. بعدها طلعيها وهزيها على إصبعك بلطف لحتى ينزل منك كل الزوايد من الكاندي ميلت. حطيها على صينية مسطحة ومغطاية بورق زبدة وزينيها برشة سبرينكلز. بس خلصتي كل الكمية تركيهم ساعة بحرارة الغرفة ليجمدوا منيح أو حطيهم بالبراد حوالي نصف ساعة، وهيك صاروا جاهزين للتقديم. فيكي تزيني الكيك بوبس بالفوندن، سبرينكلز، جلاتر داست أو أي زينة انتي بتحبيها، أو حتى تضيفي عليها ستايل أو ثيم معين لمناسباتك. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد مني أنا فافو. انطروني next week بفيديو جديد ووصفة يامي. باي باي.